السلام عليكم عملائنا ومتابعينا الكرام، يا رب تكونوا بخير وفي افضل حال. معكم مهندسة سارة من فريق الدعم الفني والارشاد الحقلي لشركة المتحدون الدوليون للادوية البيطرية. هنتكلم في فيديو النهاردة عن ضعف التحويل وتفاوت الاوزان واسباب السردة وكيفية السيطرة على كل المشاكل دي وحلها بالليكويد فيد العلف السائل. وهتكلم في البداية عن اسباب ضعف التحويل واسباب السردة. واول سبب من اسباب حدوث السردة او ضعف التحويل في العنبر بتكون من الام المريضة. تاني سبب المعامل واللي بتبدأ تصنف الكتاكيت حسب حجمها وبيع الكتكوت بأكتر من درجة. وتالت سبب بيكون أسباب خاصة بالتحضين، وهي من أهم المراحل في عمر الطائر ولابد من مرورها بشكل صحيح لتجنب حدوث الأمراض والمشاكل. رابع سبب الفرشة، وده لأنها ممكن تسبب الأمراض الطفيلية والبكتيرية، وكمان وجود أماكن مرتفعة عن غيرها بالفرشة وتكدس القطيع في أماكن معينة بالعنبر. وخامس سبب بيكون مساحة التحضين، ولابد من معرفة مساحة التحضين والتوسيع فيما بعد. سادس سبب بيكون المية زي زيادة الحديد أو الكلور في مياه الشرب. وأسباب خاصة بالعلف زي زيادة نسبة العلف الناعم في الأعلاف المحببة عن أكتر من 15%، أو حبوب العلف كبيرة وصلبة وغير مناسبة لعمر الطائر، أو تغيير النظام الغذائي من شركة لشركة. السبب السابع معانا بيكون الإصابة بالأمراض المسببة لفقدان الشهية وانخفاض حجم الكتاكيت. وتامن سبب وهو من أهم الأسباب الرئيسية زي مشاكل في الرعاية من حرارة ورطوبة وتهوية وإضاءة. وكده أكون اتكلمت عن أهم الأسباب الرئيسية لضعف التحويل وأسباب السردة. وعلشان كده من ضروري استخدام الليكويد فيد العلف السائل، لأنه خليط سائل يحتوي على متوازن طاقة ومتوازن بروتين، محتوي على بروتين خام ميسر، ومحتوي من بعض الأحماض الأمينية الهامة زي المتواجدة في فول الصويا، وهي الليسين والدي ميثيونين والال فالين والال ثريونين والال ارجانين والتريبتوفان. كمان العلف السائل بيحتوي على معدلات طاقة مرتفعة وهي 175.8 كيلو كالوري لكل 100 جرام. كمان بيحتوي على دهون زي الموجودة في الأعلاف وهي زيت فول الصويا. بالإضافة ان العلف السائل بيحتوي على سلالات البروبيوتيك البكتيريا النافعة العالي التركيز للمساعدة على عمليات هندسة الهضم. وعلشان كده العلف السائل من الضروري استخدامه لحل مشكلة ضعف التحويل والسردة الموجودة في العنابر. وكمان العلف السائل له 9 برامج.